السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد في ريفيو وسام. من كام يوم كنا عملنا استبيان أو استفتاء كده على القناة بنشوفكم محتاجين فيديو ايه الأيام دي، وكانت النسبة الأكبر في الاستفتاء هي ان انتوا عايزين فيديو عن البوتاجازات. فالنهاردة عملنا لكم فيديو إن شاء الله يعجبكم. الفيديو ده فيه تصوير خارجي لبعض موديلات البوتاجازات عشان تشوفوها كأنكم في المعرض بالظبط. والنهاردة قررت ان انا اصور لكم البوتاجاز الأقرب لقلبي وهو بوتاجازات زانوسي. طبعا انا عارفه اول ما قلت الجمله دي هيجي في بال ناس كتير قوي ان دي بتعمل دعايه لبوتاجازات زانوسي اللي اصلا مش محتاجه ان انا اعمل لها دعايه. وانا لو بعمل دعايه انا هقول ان ده اعلان ومش عيب ابدا، ده بيكون شغل. لكن فعلا ده مش دعايه والله ولا اعلان ولا ليا اي علاقه خالص بشركه زانوسي ولا من بعيد ولا من قريب. لكن انا هقول لكم ليه انا بفضل البوتاجازات دي بشكل خاص. اولا انا ليا تجربه مع بوتاجازات زانوسي وشايفه ان هي بوتاجازات ممتازه. تاني سبب ان انا من مفضلي ان فرن البوتاجاز يكون واسع عن الفرن اللي بيكون العازل بتاعه عريض. فبوتاجازات زانوسي محققه المعيار ده بشكل ممتاز. الافران بتاعتها واسعه جدا وبتعادل الموضوع بتاع الجوانب العازله اللي بتكون موجوده في جوانب الفرن من الناحيتين، الجوانب العريضه دي او العوازل العريضه اللي بتكون في جنب الفرن من اليمين والشمال، عن طريق ان بيكون فيها مروحه لتبريد جسم الفرن. وبالتالي جسم الفرن من بره او المفاتيح او الباب بتاع الفرن كل ده ما بيسخنش ابدا. فالنقطه دي بس انا حبيت اوضحها في الاول ردا على اللي هيقعد يفكر ويقول دعايه ومش دعايه. نيجي بقى لموضوع الفيديو. النهارده هنتكلم وهنستعرض مع بعض افضل 6 موديلات في بوتاجازات زانوسي، منهم الغالي منهم المتوسط منهم الاقل شويه من المتوسط. لكن في المجمل يعني بسبب الموضوع بتاع ارتفاع الاسعار اللي بيزيد كل يوم بشكل مش طبيعي ده، فيعني احنا لو حسبنا اسعار البوتاجازات دلوقتي مقارنه بسنه او بكام شهر قبل كده فهو يعتبر كلهم غاليين، بس مقارنه بالاسعار الموجوده في السوق دلوقتي فيعتبر حاجه منهم عاليه، حاجه متوسطه، حاجه اقل شويه من المتوسطه. لكن طبعا ده زي ما قلت لكم مش مقارنه بالفتره اللي فاتت خالص، لان لو قارنا بالفتره اللي فاتت هيبقى كل البوتاجازات دي غاليه. حاجه كمان عايزه الفت نظركم ليها ان الاسعار الموجوده في الفيديو اللي هي متصوره في الفيديو دي وانا بصور البوتاجازات، الاسعار دي مش هي الاسعار بتاعت دلوقتي. الفيديو ده انا كنت مصوراه من فتره لكن الظروف ما قدرتش انزله في وقتها، فطبعا الاسعار بتتغير كل يوم. فانا هقول لكم الاسعار بتاريخ النهارده، يعني ملناش دعوه بالسعر اللي متصور في الفيديو، لا خدوا السعر اللي انا هقوله لكم بعد كل موديل. هقول لكم الموديل ده سعره النهارده كذا، الموديل ده سعره النهارده كذا، وهكذا. اخر حاجه بقى قبل ما نبدا الفيديو عايزه اقول لكم ان ترتيب عرض البوتاجازات في الفيديو ملوش اي علاقه بالترتيب من الافضل للاسوأ. كلها بوتاجازات هعرضها بشكل عشوائي وبعدين في الاخر خالص هقول لكم ايه هو الافضل ونجيب ايه. يعني في اخر الفيديو ما تستعجلوش وتختاروا اول فيديو هعرضه، لا في اخر الفيديو هجيب لكم المفيد وهقول لكم ايه هو فعلا اللي يستاهل ان احنا نروح ندفع فيه فلوس، والحاجه اللي يكون سعرها مش مبالغ فيه. معلش طولنا النهارده شويه في بدايه الفيديو، بس حبيت ان انا اوضح بعض الامور لان انا عارفه الناس بتفكر ازاي وبشوف الكومنتات بتجيلي ازاي، فحبيت ان انا اوضح الامور عشان ما يحصلش لبس وعشان كمان تكونوا فاهمين احنا هنمشي ازاي في الفيديو. اول موديل هنشوفه النهارده هو بوتاجاز زانوسي كول ماكس، وده الاكثر مبيعا ما بين بوتاجازات زانوسي. طبعا السعر زي ما قلت لكم ملناش دعوه بالسعر ده، انا هقول لكم السعر بتاع الموديل بعد ما نخلص كلام عنه. لو بصينا للسطح بتاع البوتاجاز من فوق هنلاقي ان سطح البوتاجاز من فوق معمول من الستانلس المط، وده افضل كتير من الاستانلس اللامع لان الاستانلس اللامع بيبصم، وكمان لو اللمعه اللي فيه دي راحت بيكون شكل البوتاجاز من فوق مش لطيف. لو بصينا على الشعلات بتاعته، الشعله مكتوب عليها ديزايند ان ايطالي، يعني تصميم ايطالي. ناخد بالنا من النقطه دي عشان هنلاقي بعد كده في موديلات تانية مكتوب عليها ميد ان ايطالي، يعني الشعلات فعلا ايطاليه، تصنيع ايطالي. البوتاجاز هنا بينزل فيه امان كامل سواء لسطح البوتاجاز في العيون يعني او في الفرن، الاتنين بيكون فيهم امان. كمان البوتاجاز ده فيه اشعال ذاتي، والحلو هنا ان الاشعال الذاتي في المفاتيح بتاعه العيون، يعني كل اشعال ذاتي بتاع مفتاح خاص بيه، مش كلهم على مفتاح واحد. وده ليه الافضليه لان مثلا لو عندنا مفتاح واحد وبعدين الاشعال باظ فهيكون باظ في كل العيون، اما لو كل عين ليها الاشعال الذاتي الخاص بيها بكده حتى لو مفتاح منهم باظ هيكون الاشعال شغال في باقي العيون. فدي الحاجه الكويسه جدا ان الاشعال يكون خاص بكل مفتاح لوحده. اما الحوامل بتاعه البوتاجاز فهي حوامل من الزهر التقيل محمل، خامته كويسه جدا. بعد كده بقى هنبص على مفاتيح العيون. شايفين مفاتيح العيون دي؟ ركزوا فيها وفي شكلها قوي عشان هنتكلم عنها بعد شويه في موديلات تانية. مفاتيح العيون دي كويسه جدا ما بتسخنش، لكن مشكلتها ان هي مع الغسيل او مع قوه الغسيل ساعات اللون بتاعها بيقشر. كمان بصوا درجات الحراره مكتوبه على جسم البوتاجاز مش على الجسم بتاع العين، يعني مش على مفتاح العين. وخدوا بالكم برضه عشان هوريكم في موديلات تانية هتلاقوا في اختلاف بين ده وده. كول ماكس كمان ليه زرار منفصل للشوايه وزرار منفصل للفرن، وبكده نقدر نشغل الفرن والشوايه مع بعض، وكمان هيكون باب الفرن مقفول. لو بصينا بقى للفرن بتاع البوتاجاز هتلاقوا ان فرن البوتاجاز ما شاء الله واسع جدا. لو بصينا على الجنب اليمين والجنب الشمال اللي هو بيكون فيه العازل بتاع البوتاجاز فهتلاقيه مش عريض قوي، وده حاجه كويسه قوي وبيوفر لي المساحه بتاعه البوتاجاز، ما بياكلش من مساحه البوتاجاز من جوه. طيب هل كده فرن البوتاجاز بتاعهم ده بيسخن؟
او بيأثر على الاجهزة والحاجات التانية الموجودة في المطبخ جنبه؟ لا، لان البوتاجاز ده زي ما قلنا فيه مروحة تبريد زي الموجودة عندكم في الصورة كده، دي ما بتخليش جسم البوتاجاز يسخن، كمان ما بتخليش الحرارة اللي في البوتاجاز تنتقل للحاجات اللي حواليه. عندنا كمان جوه هو فيه المروحة بتاعة التوزيع، والفرن هنا بيكون فيه 2 شبكة والصاج بتاع الفرن. بس بصوا كده الشبكة دي داخلة في الفرن ازاي، داخلة في مجرى كده. هنشوف بقى الفرق بينها وبين الموديلات التانية. الفرن هنا كمان بيكون فيه سيخ شواية وبيكون ليه موتور بيخلي السيخ ده يلف لو احنا محتاجين ان احنا نشوي عليه حاجة. كمان نسيت اقول لكم ان بوتاجاز زانوسي كول ماكس فيه شاشة ديجيتال، وده بيفرقه برضو عن موديلات تانية هنتكلم عنها بعد شوية. ده كده كان بوتاجاز زانوسي كول ماكس، وده سعره 13620. لقيت كمان سعر اقل ليه على امازون وهو 13475. لو جبتوه قريب او شفتوه في اي مكان ولقيتوا سعره اقل من كده، يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات سعره كام، وكمان المكان فين وطريقه التواصل مع المكان ده عشان نفيد بعض، واي حد يكون محتاجه يروح يجيبه من المكان اللي سعره قليل، لان فعلا الاسعار الايام دي مش ناقصه خالص. فنحاول نستغل الفيديو ده ونفيد بعض ونقول اقل سعر للبوتاجاز ده كام والمكان فين. نيجي بقى للموديل التاني وهو بوتاجاز زانوسي كول كاست، وهو شبه الكول ماكس بالظبط، فيه بس اختلافات طفيفه بين ده وده. بصوا نفس الشكل تقريبا، كل الخصائص والمعايير اللي انا قلتها في زانوسي كول ماكس هي اللي هتكون موجوده في كول كاست، ما عدا بس 3 اختلافات هتكون في كول كاست اقل من كول ماكس شويه. لو بصينا على الشعلات بتاعه العيون هتلاقوا هي نفس شعلات العيون، مفيش اي اختلاف بين ده وده. دي برضو مكتوب عليها ديزايند ان ايطالي، ودي اللي قلتلكوا خدوا بالكم منها عشان هنفرق بينها وبين الموديلات التانية بعد كده. الاختلافات بين الكول كاست والكول ماكس ان كول كاست مفهوش شاشه ديجيتال، في زرار واحد بس منفصل خاص بالاشعال، مش زي كول ماكس. كول ماكس كل مفتاح للاشعال بتاعه، وكمان الفرن فيه شبكة واحدة وصاج الفرن. دي كده الاختلافات بين الكول ماكس والكول كاست. بالنسبة بقى لسعر بوتاجاز زانوسي كول كاست فهو عامل 12580، يعني في فرق 1000 جنيه تقريبا بينه وبين كول ماكس. ال1000 جنيه دي جاية في الشاشة ديجيتال، الاشعال ان هو في زرار واحد مش في المفاتيح بتاعة العيون، وكمان ان الفرن فيه شبكة واحدة مش شبكتين والصاج. زي ما قلتلكوا بقى في اخر الفيديو هنتكلم عن الاختلافات دي، هل تستحق فرق السعر ولا لا، ومن الاخر كده نجيب ايه وفي ظروف ايه. البوتاجاز الثالث او الموديل الثالث هو بوتاجاز زانوسي ستيل ماكس، وهو شبه برضو الكول ماكس والكول كاست، لكن هيقل عنهم هما الاتنين في بعض الحاجات. مفاتيح العيون هنا هي لونها اسود، غير التانية كان لونها فضي. هنا مفاتيح العيون مصنوع من فبر، خامته اقل شوية من كول ماكس وكول كاست. كمان المقبض بتاع باب الفرن هنا برضو مصنوع من الفبر، وهو برضو مختلف عن كول ماكس وكول كاست، لان كول ماكس وكول كاست كان المقبض بتاع الباب بتاعهم ستيل. الاختلاف الثالث هنا هو الحوامل بتاعه البوتاجاز. الحوامل هنا برضو حوامل ظهر لكنها خفيفة شوية عن الحوامل بتاعه كول ماكس وكول كاست. اما بالنسبة لبقية مواصفات البوتاجاز فهي كلها زي بوتاجاز كول كاست. بالنسبة بقى لسعر ستيل ماكس فهو عامل 10320، وموجود على امازون برضو بسعر اقل عامل 9950. وزي ما قلنا لو حد لقى في مكان تاني بسعر اقل ياريت يكتب لنا المكان وطريقة التواصل مع المكان. ندخل بعد كده في ال3 موديلات التانيين الاحدث اصدارا من شركة زانوسي، وهنتكلم اول حاجة فيهم عن بوتاجاز زانوسي تيست ماكس. الحقيقة ان تيست ماكس ده فيه منه موديلين كمان، بس خلينا الاول نتكلم عن البيزك فيهم وهو بوتاجاز زانوسي تيست ماكس. زي ما انتوا شايفين كده الستانلس بتاعه ستانلس مات. الحوامل هنا شكلها مختلف شوية عن الحوامل في الموديلات اللي فاتت، هنا الحوامل مغطية سطح البوتاجاز كله، كمان هي في التقل فهي اتقل كمان من الموديلات اللي فاتت. بعد كده بقى نشوف الشعلات بتاعة العيون. هناك كان مكتوب عليها ديزايند ان ايطالي، هنا مكتوب عليها ميد ان ايطالي، يعني شعلات العيون دي فعلا مستوردة جاية من ايطاليا. التانية برضو كويسة جدا على فكرة، بس هي تصميم ايطالي، تصنيع مصري تصميم ايطالي، دي تصنيع ايطالي وتركيب مصري بس. نشوف بقى بعد كده باقي البوتاجاز. بصوا شكل مفاتيح العيون هنا شكلها مختلف ازاي. موجود هنا برضو شاشة ديجيتال بتبين كمان درجة الحرارة الموجودة في داخل الفرن، دي حاجة كويسة قوي. شكل العيون بقى او شكل مفاتيح العيون مختلف تماما عن كل الموديلات اللي قبل كده. حاولوا يحلوا المشكلة بتاعة ان العيون بتاعته بتقشر او مفاتيح العيون بتاعتها بتقشر، فغيروا الخامة المستخدمة في تصنيع مفاتيح العيون. كمان الخامات هنا اعلى شوية ما بتقشرش، والزيادة كمان ان درجات الحرارة مكتوبة على المفتاح بتاع العين مش مكتوبة على سطح البوتاجاز زي ما هو في البوتاجازات اللي قبل كده. يعني لو جبنا دلوقتي نشوف الفرق بين زانوسي كول ماكس وبين تيست ماكس، هتلاقوا هنا درجة الحرارة في تيست ماكس مكتوبة، بصوا مكتوبة على المفتاح نفسه، يعني على المفتاح عشان ما تتمسحش من كتر الغسيل. اما في زانوسي كول ماكس وكول كاست وستيل ماكس كلهم كان مكتوب درجة الحرارة فيهم على سطح البوتاجاز. وكانت مشكلة الموديلات اللي فاتت ان من كتر الغسيل بتاع البوتاجاز درجات الحرارة اللي مطبوعة على سطح البوتاجاز دي بتروح من كتر الغسيل، خلاص بتروح، فبعد كده ما بنعرفش درجات الحرارة الخاصة بالعيون.
اما هنا هم حلوا المشكله دي وحطوا الكتابه بتاعه درجات الحراره على المفتاح نفسه مش على سطح البوتاجاز، ودي حاجه كويسه قوي. طبعا البوتاجاز هنا فيه اشعال ذاتي في كل مفتاح على حده، يعني كل مفتاح ليه الاشعال الذاتي الخاص بيه. كمان في امان كامل لسطح البوتاجاز وللفرن، وكمان في مفتاح منفصل للشوايه ومفتاح منفصل للفرن، وبالتالي نقدر نشغل الفرن والشوايه في نفس الوقت. نيجي بقى للجزء الخاص بفرن البوتاجاز. لو بصينا كده على الفرن هتلاقوا برضو الفرن ما شاء الله واسع جدا، كل الموديلات بتشترك في الموضوع ده ان الفرن بتاعها واسع جدا. الفرن هنا فيه شبكه واحده بس، وفيه صاج الفرن، كمان في سيخ بتاع الشوايه، وبرضو مزود بموتور. السيخ ده بيلف لو احنا محتاجين ان احنا نشوي فيه حاجه. لو بصينا بقى على الزياده هنا هنلاقي ان في دعامات من الستيل في جوانب الفرن من هنا وهنا عشان نقدر ندخل ونطلع الشبكه بتاعه الفرن بسهوله، وده مختلف عن الموديلات اللي فاتت تماما، ما كانش فيها الفكره بتاعه الدعامات دي، وبالتالي كنا بندخل الشبكه وبنطلعها بالعافيه في المجرى اللي هو موجود في الفرن، وبالتالي كان في برضو احتكاك بيحصل في الجزء ده، فممكن يعني يحصل تآكل او حاجه من كتر دخول وطلوع الشبكه. فهنا الموضوع بتاع الدعامات ده احسن بكتير جدا وعملي بكتير جدا عن اللي هي الموديلات القديمه اللي كان فيها المجرى اللي بتدخل ويخرج منها الشبكه بتاعه الفرن. بوتاجاز زانوسي تيست ماكس فيه كمان مروحه لتبريد جسم الفرن والمفاتيح بتاعه العيون، وكمان في جوه المروحه بتاعه توزيع الحراره. دي كده كانت مواصفات بوتاجاز زانوسي تيست ماكس، وهنا سعره عامل 18620. الموديل اللي بعد كده هو بوتاجاز زانوسي تيست ماكس بلس، وده الإصدار الأحدث من تيست ماكس. نفس المواصفات والمعايير بتاع تيست ماكس بالظبط، لكن بتزيد فيه 3 حاجات هنشوفهم دلوقتي. مبدئيا كده البوتاجاز هنا بينزل فري ستاند يعني اللي هو مفهوش الظهر الإزاز بتاع البوتاجاز، وده الاختلاف بين تيست ماكس والتيست ماكس بلس. مفاتيح العيون هنا لونها سيلفر، في تيست ماكس كان لونها اسود. بعد كده الجزئيه بتاعه الفرن، باب الفرن هنا هيدروليك اللي هو بيقفل سوفت كلوز، اللي هو بيجي قبل 5 سنتي تقريبا من قفل الباب، وتلاقي الباب بيقفل بالراحه خالص لحد لما يرجع مكانه. الفرن هو برضو زي التيست ماكس، لكن هنا بيزيد ان فيه 6 اسياخ للشوي. الحتت اللي فيها تعريجات دي هي الاماكن اللي بتحط فيها الاسياخ بتاعه الشوي. كل سيخ بيتحط طرف منه عند التعريجه من التعريجات دي، والطرف التاني بيتحط داخل الفتحات اللي موجوده في اخر البوتاجاز من ورا دي، وبعدين الفتحات دي ليها من جوه او متوصله من جوه بموتور مسؤول عن دوران الاسياخ ديت وقت الشوي. يعني الاسياخ دي مش بس ثابته، لا هي كمان متحركه لو عايزين انها تلف وقت الشوي. دي كده كانت مواصفات بوتاجاز زانوسي تيست ماكس بلس، وده سعره عامل 20,000 جنيه. عندنا الموديل الاخير في بوتاجازات زانوسي وهو احدث اصدار، وهو بوتاجاز تيست ماكس اير فراي، وده بيكون نفس المواصفات بتاع تيست ماكس بلس، وبيزيد عليه بس بعض الحاجات، وهو ان الشوايه بتاعته بتكون كهرباء مش شوايه غاز. الحاجة التانية ان هو بيكون مزود بتقنية الشوي بالهواء الساخن، يعني زي ما تقدروا تقولوا كده نفس النظام بتاع الاير فراير، بس ده داخل فرن البوتاجاز. في سخانات كده من ورا بتطلع هواء سخن على الاكل، وبتعمل بنفس التقنية بتاعة الاير فراير بالظبط. وبالنسبة لسعر بوتاجاز تيست ماكس اير فراي فهو عامل 20,940. كده خلاص شفنا افضل 6 موديلات في بوتاجازات زانوسي. نيجي بقى للزتونة بتاعة الموضوع وبتاع اجيب بوتاجاز ايه. بص يا ستي، احنا لو هنبص ان احنا عايزين بوتاجاز يكون متوفر فيه كل المعايير الاساسيه والشروط الاساسيه اللي لازم تكون موجوده في اي بوتاجاز، وفي نفس الوقت يكون سعره كويس، فانا هقولك هاتي بوتاجاز زانوسي كول ماكس. كول ماكس محقق كل المعايير الاساسيه اللي قلناها قبل كده لشراء البوتاجاز. يعيبه بس او ينقصه بس موضوع ان يكون في دعامات ستانلس للشبكه بتاعه الفرن، وكمان ان الخامات بتاعه مفاتيح العيون تكون اقوى من كده شويه، لكن غير كده هو بوتاجاز ممتاز ممتاز ممتاز. طيب هل بقى اروح انا اجيب تيست ماكس الاغلى من كول ماكس ب5000 جنيه عشان خاطر فيه دعامات ستانلس للفرن؟ لا طبعا، حرام. هل اروح اجيب تيست ماكس عشان الخامات بتاعه مفاتيح العيون في تيست ماكس اعلى من الخامات بتاعه كول ماكس؟ برضو لا، احنا نستخدم المفاتيح بتاعه عيون كول ماكس بحذر شويه، وننضفها اول باول وننضفها بالراحه، وهي مش هتقشر، لكن ما اروحش ادفع 5000 جنيه فرق بين ده وده عشان خاطر حاجات كماليه مش حاجات اساسيه خالص. يبقى هنا انا بقولك هاتي بوتاجاز زانوسي كول ماكس، ده اللي هو الحاجه الستاندرد اللي في النص. طيب لو انا الفلوس معايا مش مكفيه قوي ان انا اجيب بوتاجاز زانوسي كول ماكس، هقولك هاتي بوتاجاز زانوسي كول كاست. كول كاست على فكره ممتاز ممتاز ممتاز، وكمان انا كنت هقولك هاتي كول كاست لولا عيب واحد بس يعيبه، ان هو الاشعال الذاتي فيه في مفتاح منفصل عن العيون، يعني هو زرار واحد بس خاص بالاشعال الذاتي بتاعت كل العيون، ودي الحاجه اللي تعيبه، ودي مش حاجه كماليه، دي حاجه اساسيه في البوتاجاز وحاجه مهمه جدا. ده اللي خلاني ما اقولش ان احنا نجيب كول كاست، لكن هو كبوتاجاز لو احنا امكانياتنا مش سامحه بالكول ماكس، هو كبوتاجاز هو بوتاجاز ممتاز جدا، وهو شبه كول ماكس في كل حاجه ما عدا بس الموضوع بتاع الاشعال الذاتي اللي مش موجود في كل عين منفصله. طيب يا وسام، انا الحمد لله متيسره ماديا،
مش فارق معايا موضوع الفلوس، وعايزه اجيب بوتاجاز يكون متوفر فيه كل الكماليات والاساسيات، وكمان يكون شكله شيك جدا وراقي. هقولك هاتي بوتاجاز تيست ماكس، ما تجيبيش ولا تيست ماكس بلس ولا تيست ماكس اير فراي، لان برضو حرام ان انا ازود 3 4 5000 جنيه عشان خاطر برضو حاجات زيادات بسيطه جدا بين التيست ماكس والتيست ماكس بلس والتيست ماكس اير فراي. فيبقى اقصى حاجه هنجيبها هو يبقى تيست ماكس بس. وبس كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب الفيديو النهارده يكون افادكم ويكون عجبكم ويكون رد على كل استفساراتكم. لو عندكم اي اسئله او استفسارات تانية اكتبوها لي في الكومنتات وهرد عليكم ان شاء الله. لو وصلتي للجزء ده من الفيديو ما تنسيش تقولي لي في الكومنتات انتي وصلتي لانهي جزء في الفيديو، ولو وصلتي لحد الجزء ده ولحد النقطه دي فانا بشكرك جدا على ثقتك وبشكرك جدا على وقتك، ويا رب ما كنتش خيبت ظنك في فيديو النهارده. اكيد هستنى رايكم في الكومنتات، سواء بعجبكم الفيديو فتقولوا لي عجبكم ليه وتعملوا لي لايك كتير جدا، ولو ما عجبكوش كمان اعملوا لي ديسلايك وقولوا لي في الكومنتات ما عجبكوش في ايه عشان اخد بالي من الاخطاء دي في الفيديوهات الجايه. ما تنسوش كمان تقولوا لي في الكومنتات عايزين الفيديو الجاي عن ايه. وبس كده، كنتم في ريفيو سام، والسلام عليكم.